ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ربنا يكون بخيركم جميعا. النهاردة حابة أحكي لكم حكايتي واستنى رأيكم في التعليقات. ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي. يلا بينا نبدأ. اسمي مدام أمال، أنا ست زي أي ست. كنت متجوزة وجوزي توفى وساب لي 3 بنات. الاتنين الكبار اتجوزوا وخلفوا، والصغيرة كمان جوزتها بعد فترة والحمد لله. بعد ما كل بناتي اتجوزوا بقيت عايشة لوحدي في شقة كبيرة شوية في منطقة متوسطة، مش شعبية قوي ومش راقية قوي. البيت اللي جنبنا كان فاضي، وبعدين جه ناس جداد سكنوا فيه. ست كبيرة في السن وحفيدها شاب عنده 22 سنة. عرفت إن أبويه متوفيين وجدته هي اللي ربته، وهم أصلا من الأرياف ونزلوا عشان هو يدرس في الجامعة. الصراحة كانوا ناس هادين ومحترمين، وكنا بنتقابل صدفة على السلم وخلاص. في يوم من الأيام في وقت متأخر بالليل خبط عليا الشاب الصغير وقال لي: تعالي بسرعة، جدتي تعبانة وإحنا غرباء ومفيش حد يساعدنا. لبست وركضت معاه. لقيت الست الكبيرة عندها دور برد شديد. عملت لها مشروب دافي وشوربة خضار وقعدت جنبها لغاية ما ارتاحت شوية. ساعتها هي سألتني: يا بنتي، انتي عايشة لوحدك في الشقة دي كلها؟ قلت لها: الحقيقة أيوة يا حاجة، بناتي اتجوزوا وانشغلوا بحياتهم. كل واحدة فيهم بقى عندها بيتها وعيالها ومسؤولياتها. حتى لما طلبت منهم إنهم يزوروني بقوا نادرين جدا. في الأول كنت زعلانة، بعدين اتعودت على الوحدة. بقيت أقعد في البلكونة أتفرج على التلفزيون واستنى العيد أو المناسبة اللي ممكن واحدة منهم تفتكرني فيها. الست الطيبة دي قالت لي: خلاص يا بنتي، من النهاردة مش هتبقي لوحدك، إحنا جيران وإخوات. تعالي تقعدي معانا، ناكل سوا، نضحك سوا، وأنا وحفيدي هنبقى أهلك. فرحت جدا بصراحة، وبالفعل بدأت أروح عندهم كتير وأعمل أكل لحفيدها وأخلي بالي منه. وبمرور الأيام قربنا من بعض قوي قوي قوي. بس إيه اللي حصل لما بدأ الشاب الصغير ده يخبط على بابي نص الليل وأنا لقيت نفسي مستنية خبطته؟ الجزء التاني هتكمل الحكاية. مع الأيام العلاقة بينا بقت أقوى من أي وقت. كنت بروح عندهم كل يوم، أطبخ لحفيدها، أغسل هدومه وأرتب له أوضته. جدته كانت كبرت في السن وتعبت كتير، فطبيعي أنا وقفت جنبهم. الشاب ده، خليني أسميه طارق، بقى يعاملني زي أمه. بس حاجة واحدة كانت غلط: بدأ يخبط على بابي في أوقات متأخرة جدا، مرة الساعة 11، مرة الساعة 12. كنت أقول له: يا ابني ما ينفعش تخبط عليا في الوقت ده، أنا زيك زي والدتك. كان يضحك ويقول لي: والدتك إزاي؟ ده اللي يشوفك يفتكرك عندك 25 سنة. اضحك وأقول له: أنا قد بنتك الصغيرة يا ابني. بس هو ما كانش بيقتنع، وبدأ يمدحني بطريقة غريبة، يقول لي: جمالك، جسمك، ضحكتك، كل حاجة فيكي أحسن من أي بنت صغيرة أعرفها. كنت أضحك في الأول، كنت فاكرة إنه بيدلعني عشان أنا بعمل له أكل وبشيل عنه المسؤولية. بس كلامه فضل يزيد، وبصراحة مع الوقت حسيت بحاجة ما كنتش حاسساها من سنين. حسيت إني مرغوبة، حسيت إني ست لسه جميلة ولسه في العمر. بدأت أهتم بنفسي أكتر، ألبس حاجات حلوة، أصلح شعري قبل ما أروح عندهم. كنت بقول لنفسي: أنتي بس طيوبة وبتعملي خير. بس اللي جوايا كان عارف إن في حاجة أكبر من كده. أما جدته الطيبة فبقينا صحبات قوي. كنت أحكي لها عن بناتي وهم تحكي لي عن قريتها وعن تعبها في تربية طارق بعد ما مات أبوه وأمه. كانت بتقول لي: أنتي زي بنتي بالظبط. وأنا كنت حاسة إن دول بقى هم عيلتي الحقيقية. بناتي بقوا ما بيتصلوش إلا كل شهر مرة، وحتى ساعتها بكلمتين ويخلوا. هنا لقيت حياة ودفء وحب. وبعدين جدته تعبت تعب شديد، أكبر من أول مرة. أنا عملت اللي عليا، بس سنها كان كبير قوي. في خلال أسبوع توفت الست الطيبة. طارق انهار تماما. معرفش يا جماعة، معرفش أشرح ليكم قد إيه كان حزين. فضل يبكي 3 أيام من غير ما ياكل، ماسك صورتها وبيقول: يا ستي سبتيني لمين؟ هعيش مع مين دلوقتي؟ روحت واسيه، خدته في حضني وهو يعيط. بس اللي حصل في الليلة دي عمري ما توقعت إنه يحصل. تابعوا الجزء الثالث. لما ماتت جدته طارق كان محطم تماما. دخلت اللي قاعد على الأرض ماسك صورة جدته وبيقول بصوت واطي: يا ستي سبتيني لوحدي، مين هياخدني في حضنه دلوقتي؟
مين هيحبني بعدك؟ صعب عليا المنظر جدا. من غير ما أحس قعدت جنبه وضمته، حط راسه على رجليا وفضل يعيط لحد ما نام. ما قدرتش أحركه، فضلت قاعدة طول الليل أمسح على شعره وأدعيله. في الصبح رجعت شقتي بهدوء، بس بعد ساعة واحدة لقيت طارق بيخبط على بابي، عينيه حمر ومنتفخة. قال لي: سبتيني ليه؟ سيبتيني تاني لوحدي؟ قلت له: يا ابني أنا مضطرة أرجع بيتي. واسمع بقى، دلوقتي جدتك مش موجودة، ما ينفعش أروح لك تاني، أنت شاب عازب عايش لوحدك، الناس هتتكلم. بصلي بعيون فيها ألم وقال: ده اللي كنت خايف منه بالظبط، أنت كمان هتسبيني زي كل الناس؟ حسيت بالذنب قوي. بدأت أزوره بس في وقت الظهر لما محدش يكون شايفني، أعمله أكل، أرتب شوية وأمشي قبل المغرب. بس هو ما كانش راضي خالص. مرة أمسك إيديا وقال لي: تعالي عيشي معايا، جيبي هدومك وتعالى، أنا مش عايز أكون لوحدي، وإنت كمان ما ينفعش تبقى لوحدك في الشقة الكبيرة دي. ضحكت وقلت له: أنت مجنون؟ أنا زيك زي أمك، الناس هتدم سمعتي. بس هو مردش: مش مهم الناس، أنا بحبك، أنا عايز أتجوزك. فكرت إنه لسه تحت تأثير الصدمة والحزن. قلت له: خلاص، نام وإحنا نتكلم بعدين. بس اليوم اللي بعده رجع تاني وقال لي بكل جدية: فكرتي؟ أنا مش بهزر، أنا بحبك، لو عايزة أسب الجامعة عشان أبقى معاكي هعمل كده، بس ما تسبنيش. ساعتها أنا صعقت، بس جوايا في مكان عميق حاسة فرحة غريبة كانت بتنبض. شاب وسيم وصغير عايزني أنا، مش بناتي أنا. حسيت إني عايشة تاني، إعادة تشويق. وأنا عارفة إن ده غلط، وعارفة إن نهايته هتبقى وحشة. أنا وافقت. إيه اللي حصل بعد ما رحت عنده؟ الجزء الرابع، هتحكموا بنفسكم. وافقت. قلت لنفسي: خلاص، مؤقت لحد ما يتعافى من الحزن. بس الحقيقة إني كنت عايزة أحس إني مرغوبة. جبت هدومي ورحت عنده، بقيت أطبخ له أحلى أكل، أغسل هدومه، وأستناه لما يجي من الجامعة زي العروسة بالظبط. والفترة كانت أيام جميلة. كان حنون ولطيف ومركز معايا في كل حاجة. كان يمسك إيديا وإحنا بيتفرج على التلفزيون، يقبل جبيني قبل ما يمشي، يقول لي كل يوم: أنتي أجمل ست شفتها في حياتي. وأنا كنت مصدقاه. نسيت إن أنا أرملة في الأربعينات من عمري، نسيت إني أم وست كبيرة، كنت بس ست عاشقة. بس جوايا كنت عارفة إن ده مش هيكمل. هو عنده 22 سنة، أنا عندي 44 سنة. هو طالب جامعة، أنا أم متقاعدة. إيه المستقبل اللي بينتظرنا؟ كنت كل يوم أفكر بكرة يبقى زهقان مني، يبقى قابل بنت في سنه، وساعتها يرميني زي منديل مستعمل. الفكرة دي كانت بتقتلني، بس كل ما أحاول أبتعد هو يتمسك فيا أكتر ويقول: ما تسبنيش، أنا هموت من غيرك. بناتي لسه ما يعرفوش حاجة، هما ما بيعترفوش كتير أصلاً، فمش حاسين إني مش في شقتي. ساعات ببص لنفسي في المراية ومعرفش الست اللي بتبصلي دي مين. أنا مين؟ أنا بعمل إيه؟ بس هو يبتسم لي وكل شكوكي تروح. عدت أسابيع، ومرة في يوم من الأيام طارق رجع من الجامعة متأخر، ملهوش كتير، ساكت. سألته: في إيه؟ قال: مفيش حاجة. بس أنا حسيت حاجة اتغيرت. القصة الجميلة دي بدأت تتكسر. في الليل قعد جنبي وقال لي كلمة، كلمة وقفت قلبي. قال لي كلمة غيرت كل حاجة بينا. إيه اللي قاله؟ وأنا رديت عليه إزاي؟ تابعوا الجزء الخامس. قعد على الكنبة مش باصص ليا. جبت له شاي زي كل يوم، وأخيراً اتكلم. قال: في بنت في الجامعة بتعاملني كتير، بتتدلع عليا. قلبي وقف، بس خليت وشي عادي. قلت له: وإيه قلت لها؟ هز كتفه. ما قلتش حاجة، بس هي صغيرة في سني، صحابي بيقولولي إنه لازم أبقى مع واحدة في سني. أنا حسيت الأرض بتقع من تحت رجليا، بالضبط اللي كنت خايفة منه. ما صرختش، ما زعقتش، قلت بهدوء: أنت صح، لازم تبقى مع واحدة في سنك، أنا من الأول قلتلك إن ده غلط. بصلي متفاجئ من هدوئي. قال بسرعة: لا لا، مش قصدي كده، أنا بحبك، بس ساعات بفكر الناس هتقول إيه. وقفت. الناس بتقول الحق، إن ست عجوزة استغلت شاب صغير، إن أنا استغليت حزنك. هو أمسك إيدي: ده مش صح، أنا اللي جريت وراكي، أنا اللي توسلتلك. بس أنا سحبت إيدي بهدوء.
مش مهم دلوقتي، أنا هرجع شقتي النهاردة. ومشيت وهو قعد يعيط ورايا زي لما ماتت جدته بالظبط، بس المرة دي ما التفتش، كملت مشي. دخلت شقتي الفارغة الباردة، قعدت في الضلمة، عييت كتير، مش عشان هو، عشان نفسي، عشان إني أوصل للمرحلة دي، عشان إني أضيع كرامتي كده. في الصبح طارق خبط عليا، وبكرة وبعده سابلي رسايل تحت الباب، كلها بحبك وأنا مش عارف أعيش من غيرك، بس أنا مرديش أبداً. وبعدها بأسبوعين لقيت طارق واقف قدام باب شقتي مع بنت شقرة صغيرة في سنه، كان ماسك إيدها، بصلي وقال: مدام أمال، عايزك تباركلنا، دي خطيبتي. صدمة؟ أكيد، بس اللي جاي أصعب. إيه اللي حصل بعد ما شفته مع خطيبته؟ وإيه النصيحة اللي عايزة أقولها لكل ست بتقرأ كلامي؟ الجزء السادس والأخير. وقفت قدام الباب مش مصدقة عيني. خطيبته؟ بعد أسبوعين بس؟ هو قال لي بصوت واطي: مدام أمال، أنا آسف، أنا كنت تايه، بس دلوقتي لقيت الصح. أنا بصيت للبنت الشقرة، ضحكت ضحكة مرة وقلت: مبروك يا ابني، ربنا يسعدكم. قفلت الباب ومشيت. دخلت أوضتي، ما عيتش لأ، أنا ضحكت تاني، ضحكة فيها كل الألم والغباء. أنا عاملة إيه في حياتي؟ سألت نفسي. جبت ورقة وقلم وكتبت لكل بناتي رسالة، مش عتاب، لأ، رسالة أعتذر فيها إن انشغلت بنفسي عنهم، إني كنت بدور على الحب في الغلط، إني خدت قرارات غبية عشان أحس إني لسه شابة. بعت الرسائل وبعدها بشهر بناتي رجعوا ليا، جابوا عيالهم، بقوا يزوروني كل جمعة، وأنا حكيت لهم كل حاجة. زعلوا في الأول، بس بعدين حضنوني وقالوا لي: يا ماما، إحنا اللي مقصرين مش إنتي. الدرس اللي عايزة أوصله لكل ست بتقرأ كلامي: اعرفي قيمتك، ما تخليش حد يستغل وحدتك أو حزنك، وما تسيبيش ولادك مهما انشغلوا، طولي بالك عليهم، هم اللي هيفضلوا معاكي في الآخر، مش اللي يجري ورا جمالك وجسمك وبعدين يرميكي في أول بنت يقابلها. أما بالنسبة لطارق، هو اتجوز البنت الشقرة وبعد سنة طلقها، وبعدها اتجوز تانية وطلقها. سمعت إنه لسه بيدور على الحب، ربنا يهديه. أما أنا فالحمد لله، بناتي بقوا جنبي وشقتي بقت مليانة ضحك عيالي، الوحدة راحت والحمد لله على كل حاجة. وانتي يا ست اللي بتقرأي كلامي، لو حد ضايقك أو استغلك أو خلاكي تحسي إنك وحيدة، افتكري إن ربنا معاكي، وإن كرامتك أغلى من أي حب مزيف. ودلوقتي قوليلي رأيك في التعليقات، ولو تعبرتي بالحكاية ما تنسيش تشاركيها عشان كل ست تاخد عبرة.